بدون منفعة ولا خل ولا زبادي هنعمل احلى واجمل جبنه برميلي بالفلفل، وهتاكليها في اسبوع واحد هتنفعك جدا في شهر رمضان. هعرفك ازاي تطلعي خصرة جبنه متماسكه بدون اضافه اي حاجه خالص للحليب. انا عملت قبل كده الجبنه البيضه بالمنفعه على قناتي، واكتر الناس ما كانوش بيعرفوا يجيبوها، فجبت لكم الحل النهارده. بس ركزوا معايا في كل كلمه بقولها علشان هتفرق معاكم جدا في الوصفه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي ونشوف طريقتنا. اول حاجه انا هشتغل النهارده ب5 كيلو حليب. تقدري تشتغلي باي كميه حليب انت عايزاها، بس كل ما بنكتر كميه الحليب كل ما تدينا كميه جبنه كتير. انا هشتغل النهارده في طاجن فخار وحله عاديه خالص، وهعرفك الفرق بين طاجن الفخار والحله العاديه. طاجن الفخار حطيت فيه الكميه اللبن اللي انا عايزاها، بس انا سخنت طاجن الفخار الاول في الفرن حوالي 10 دقايق، كان سخن جدا ونزلت بيه باللبن. اما الحله اللي استلس انا حطيت فيها اللبن وهرفعها على النار مع التقليب على نار هاديه لمده كده 5 دقايق لحد ما درجه حراره اللبن توصل معايا من 35 ل 40 درجه. اهم حاجه يا جماعه سواء اللبن في الفخار او في الحله او اي نوع حله عندك يكون دافي. لو هو ساقع مش هيربط، لو هو سخن مش هيربط. يعني درجة الحرارة لازم تكون مظبوطة يا جماعة. درجة الحرارة زي دمعة العين، دافي دفيان هادي جدا. يعني كل ما يبقى دافي كل ما يربط معاكي اكتر، كل ما يبقى ساقع مش هيربط خالص. سخن هيديكي جبنة مفتفتة وشبه مستوية، مش تبقى حلوة خالص. عملت ايه؟ جبت اي بطانية كده عندنا او دفاية، حطيتهم فيها لمدة 24 ساعة وهسيبهم، وهقول لكم هعمل فيهم ايه. تاني يوم انا جبت فلفل اخضر واحمر، حطيت فيهم حوالي 3 معالق ملح، وهبتدي ان انا اقلبهم. بعمل ليه كده؟ انا عايزه كميه الميه اللي موجوده في الفلفل كلها تنزل، مش محتاجه ميه فيه خالص. بعد 24 ساعه يا جماعه اللبن كان ربط معايا، حطيته في التلاجة لمده 24 ساعه تاني. اذا 24 ساعه متدفي في بطانيه، 24 ساعه تانيين في التلاجة عشان يديني طبقه القشطه اللي انا هعرف اشيلها بكل سهوله دي. لو انا ما حطيتوش في التلاجة طبقه القشطه دي مش هعرف اشيلها بكل سهوله كده. اللبن تماسك معايا جدا، الخطوات مظبوطه جدا، خصره الجبنه هتكون معاكي مظبوطه فوق ما تتخيلي. طبعا الطريقه الجبنه اللي هي بالمنفعه بتبقى مختلفه عن دي تماما. اللي عايز الطريقه موجوده عندي في القناه، اللي حابب يشوفها. بشيل كميه القشطه بقى المحترمه دي اللي هي طبعا هتبقى دي خير كله بقى. اللبن بسم الله ما شاء الله لبن خطير جاي من عند الفلاحين، لبن ممتاز حبيبتي وامي التانية مامة مرات اخويا بعتهولي من البلد. لبن في منتهى الجمال. شايفين الخصره يا جماعه؟ بعد ما شلت القشطه بشيل الخصرات. ما تحاوليش بقى هنا تلعبي خالص في القصه دي، اتعاملي بقى هنا زي معامله البيبي بالظبط. ودي الحله التانية نفس الكلام ونفس الطريقه، نفس كل حاجة هي. فاللي عنده ده ماشي، اللي عنده ده ماشي. الفكرة ان احنا بنسخن الفخار الاول لوحده قبل ما نحط اللبن، غير الحلة بندفي اللبن على النار، لان ايه الفخار ما ينفعش نحطه على النار. تمام كده. بشيل برضو كمية القشطة وهبتدي ان انا اقطع خصرات اللبن. كل ما اللبن يكون جودته كويسة كل ما هيطلع معاكي خصرات لبن حلوة. هاتي من لبان نضيف او تجيبي من حد يكون موثوق فيه، هيطلع لك لبن ممتاز. المهم انا طلعت القشطه كلها وزنتها معاكم اهو، عامله كيلو الا ربع قشطه. الزياده دي من وزن الطبق ده خفيف جدا شبه الفل يعني. فحوالي كيلو الا ربع قشطه من ال5 كيلو حليب، ودي الكميه المظبوطه اللي تطلع من لبن مظبوط. هنعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لكم هنتعامل مع الحليب المتجمد او اللبن الرايب بمنتهى الحرص واكنه بيبي لسه مولود. جبت المصفى وحطيت تحت منها صينيه وطبق متغطي عشان يدي مساحه ان الشرش ينزل. فضيت الكلام ده بالراحه خالص. كل ما يبقى القطع سليمه كل ما تديكي كميه جبنه اكتر. ما تهدرش مني خالص، ولا بتك عليها ولا بقلب فيها ولا بفعص فيها، تجيش جنبها خالص، بالراحه وبتعامل معاها بهداوه جدا. حطيت على الجبنه 3 معالق من الملح كبار بالشكل ده. تمام. وهعمل ايه؟ طبعا انا حاطه في مصفى كبيره يعني عشان بس تنزل كميه شرش، وبعد كده هننقل الكلام ده. بقلب بقى الملح بصوا بشويش خالص من فوق لتحت، بشويش خالص. اي قماشه عندك اي شاشه عندك تحطيها وتقلبي بالراحه تماما، يعني شبه بصي اكنك يعني حاجه حساسه جدا. انا مش عايزه اهدر اي كميه جبنه نهائي. وبعدين بساوي كده وهبتدي ان انا اغطي
القماشة دي على الجبنة لمدة ساعتين 2 أو ساعة، على حسب يعني على حسب هي هتقعد معاكي قد ايه. بص مجرد ان انا فضيت الجبنه، هو الشرش اوريدي بدا ينزل في الصينيه اهو من تحت زي ما انتم شايفين اهو. بصوا الشرش بدا ينزل. هسيبها لمده ساعه ساعتين وهرجع لها تاني ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ساعتين نزلت كميه شرش اكتر، الجبنه تحسوا ان هي مسكت اكتر اهي زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اضيف بقى الفلفل، وشايفين كميه الميه اللي نزلت من الفلفل اللي متملح. هبتدي ان انا اقلبه كده فيها برضو بالراحه، بس انا بجريها هنا الفيديو عشان مبقاش طويل عليكم. بالراحه كده بنقلب خالص، اتعاملي مع الجبنه بالراحه بس، وبسويها. وهبتدي ان انا بقى افضيها في مصفى اصغر، عشان هنا كانت كميتها قليله على المصفى الكبيره. ده الشرش اول مرحله، بتاع اول مرحله ده اللي انا عايزاه. الشرش اللي جاي ده انا مش عايزاه بقى، يعني بعد ما حطيت الفلفل انا مش عايزه الشرش ده. انا هاخد اول شرش وده هحتفظ بيه واقول لكم هنعمل فيه ايه. فضيتها في المصفى الاصغر وببتدي ان انا اغطيها، ولا بكبس بقى بتقل ولا اي حاجه. انتي مستعجله حطي بقى 2 كيلو سكر على علبه سمنه على الكلام ده كله تقل عليه مفيش مشكله. انا مش مستعجله، فانا مجرد ان انا غطيتها بس كده وسبتها لتاني يوم. تاني يوم هي نزلت كميه شرش تانية كتير اهي. انا مش عايزه بقى الشرش ده، انا الشرش ده انا بتخلص منه، انا باخد اول شرش بس. بعد كده ببتدي ان انا افضيها بقى اقلبها في حاجه ونشوف الجبنه بتاعتنا هل هي خلصت على كده. لا طبعا دي كده شبه القريش بس حادقه شويه، احنا مش عايزين لسه ما خلصناش. شايفين قطعه الجبنه نازله خصره محترمه. احنا عايزين بقى نعرف وزن الجبنه بتاعتنا دي قد ايه، بس طبعا هقطعها معاكم في الاول ونشوف وزن الجبنه بتاعتنا. شايفين جبنه متماسكه ما شاء الله، حلو جدا جدا جدا. على فكره هي طعمها كده كان جميل. هبتدي ان انا اوزنها معاكم عشان نعرف كيلو ال5 كيلو حليب طلعوا معانا قد ايه جبنه. طلعوا معانا 1385 جرام، يعني كيلو 400 جرام من الجبنه، كميه محترمه جدا جدا جدا. طبعا حطيتها في مصفى تاني من غير بقى قماشه ومن غير اي حاجه، وهبتدي ان انا املحها، ارش عليها شويه ملح لمده يوم، وبعد كده هقلبها ارش عليها ملح تاني لمده رشه كده بايدي. بملحها ليه بعمل المرحله دي؟ انا بنشفها بقى كده، انا كده بنشف الجبنه بتاعتي اكنك بتعملي جبنه قديمه. لما بتجيبي جبنه القريش وبتحطيها وبتقومي مملحاها اكنك بتعملي جبنه قديمه، بس طبعا دي مش تبقى جبنه قديمه. هغطيها بقماشه على الوش كده وهسيبها لمده يوم. تاني يوم هقلب الجبنه وهعمل نفس الخطوه دي واسيبها برضو لمده يوم. واليوم اللي بعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. كلها خطوات سهله وبسيطه، يمكن بتاخد وقت شويه ولكن كل الخطوات سهله وبسيطه ومتاخدش منك وقت خالص، يعني الموضوع مش متعب. خلاص انا هنا كده كنت قلبتها على الناحيتين ورشيت الملح وكل حاجه. هبتدي دلوقتي بقى اوريكي قطعه الجبنه بقت متماسكه معايا ما شاء الله، تحسوا ان هي بقت جامده. طعمها طبعا اختلف، الموضوع اختلف. باخد كل قطعه من دي وابتدي ان انا اغلفها كده في كيس ابيض عادي بتاع تلاجة، وجبت علبه بلاستيك وحطيت فيها كيس، وهبتدي ان انا اعبي الجبنه اللي متغلفه بكيس. لازم اكون مغلفه الجبنه بكيس تمام كده. ارصها كويس جدا وهقول لكم بقى نعمل ايه. فاكرين الشرش اللي انا كنت شايلاه؟ الشرش اللي انا كنت شايلاه غليته وسبته يبرد. لازم نغليه ونسيبه يبرد، ما بنضيفش عليه لا ملح ولا اي حاجه خالص. ليه؟ لان هو اصلا اوريدي الشرش مملح من الملح اللي انا كنت حاطاه في الجبنه، فهو اوريدي فيه ملح تمام. فانا الشرش ده يعتبر عندي مملح، فانا بصبه على الجبنه من غير اضافه اي حاجه، يا دوبك هو مغلي ومبرد. وببتدي ان انا اربط الجبنه بتاعتي كويس جدا باحكام وبغطيها. بتاكليها بعد اسبوع. والحفظ فين؟ في الشتاء، في الجو اللي احنا السقعه اللي احنا فيه ده، بحطها بره عادي على الرخامه متغطيه كده على جنب. في الصيف بعد اسبوع بتفتحي منها وبعد كده بتحطيها في التلاجة تمام. اما في الصيف لا، انت بتدخليها التلاجة وبرضو بتاكليها بعد اسبوع.